ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى لما اروق عليهم بقى تروية الخميس اعمل لهم حاجة حلوة بقى، سهلة وبسيطة، وبجد عملنا هوس في البيت. بجد طلعت تحفة وجميلة جدا، بجد خطيرة، طلعت طعمها جميل. تعالى اقولك بقى عملت ايه. هنعمل كيكة عادية جدا. معايا دلوقتي بيضتين، ونزلت بكيس كده من الفانيليا، ونزلت بكوباية كده من السكر، وهنضرب بالمضرب الكهرباء لحد لما تلاقي القوام اتغير معاكي وبقى لونه ابيض كده. نزلت بحوالي نص كوبايه كده من الزبده. انا قلت استبدل بدل الزيت احط زبده. وهنا زي ما انتم شايفين بقى حطيت بقى لبن. وهنا دلوقتي معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم نخلتهم كويس جدا، عليهم حوالي نص كوبايه كده من الكاكاو، اللي هو الكاكاو الغير محلى، نزلت بيه كده زي ما انتم شايفين. ونزلت بكيس من البيكنج باودر او الكيك شيف المتاحة عندك. نزلت بالباكو كله، وهبتدي اقلب كده المواد الجافة مع بعض. وحطيت برضو ذرة كده من الملح، دي سنة. وهنزل على المواد السايلة بقى، هنزل كده زي ما انتم شايفين بكل المواد الجافة على المواد السايلة. وهبتدي دلوقتي اقلب كده على اتجاه واحد بالسباتولا او بمعلقة. هبتدي اقلب كده على اتجاه واحد عشان البيض طبعا الهواء ما يروحش مني، فطبعا بقلب على اتجاه واحد زي ما انتم شايفين اهو، لحد ما بقوا زي ما انتم شايفين اهو. القوام بقى مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، متوسط. جبت صينيه مقاس 30 في 40 وحطيت زبده. وهنا زي ما انتم شايفين نزلت بالقوام الكيك. انا عملتها شوكولاته، انت ممكن تعمليها بيضه براحتك. هنا بقى زي ما انتم شايفين طلعت اهي من الفرن، وسبتها تبرد خالص. وهنا زي ما انتم شايفين هبتدي دلوقتي احطها في الكبه، وضربت لحد لما يتفرم ناعم خالص، الكيكه تتفرم معايا. هنا بقى الخطوه المهمه، معايا دلوقتي نوتيلا. هبتدي انزل بالنوتيلا كده زي ما انتم شايفين على الكيك اللي انا فرمته اهو، كده زي ما انتم شايفين. وفضلت طبعا اعجن كده لحد ما بقت عامله شبه العجينه كده معايا. هبتدي هنا زي ما انتم شايفين نجيب كيس حلواني، طبعا انا فتحته. وهنا هنزل بالكيك، بنزل الكيك كده زي ما انتم شايفين كله. تحسي اصلا اول ما بتضربي الكيك هتضربيها في الكبه تحسيها عامله زي الرمل كده، مرمله اهو زي ما شايفين اهو. كده بنزل الكيك كله وبفرد. بص بقى هنا دلوقتي حطيت بقى كيس سندوتشات عليه برضو، وببتدي افرد كده بالنشابه اللي هي الصغيره اللي عندي دي. ببتدي افرد زي ما شايفين واتفردت معايا اهو. ابتدي بقى انا عملت بقى كريم شانتيه. عملت كريم شانتيه شوكولاته، عملت كوبايتين من الكريم شانتيه عليهم كوبايه من الميه الساقعه. وحطيت، ضربت، وبعد ما ضربت رحت حاطه معلقه كبيره كده من النوتيلا. وزي ما انتم شايفين حطيته كده في كيس سندوتشات او كيس اللي هو بتاع الحلواني. ابتدي زي ما انتم شايفين انزل بقى الكريم شانتيه اهو كده بالتدريج زي ما انتم شايفين اهو. وابتدي افرد كده بالسباتولا زي ما انتم شايفين، نفرد طبعا كله. وابتدي واحده واحده الفها رول زي ما انتم شايفين اهو، واحده واحده بلفها رول. وبضغط ضغطه بسيطه وانا بلف، يعني زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بضغط ضغطه خفيفه اهو، وابتدي الف تاني رول لحد ما اغلفها كلها كده رول زي ما انتم شايفين اهو. ممكن تحشيها اي حاجه غير الكريم شانتيه، ممكن تحطي توت، تعمليها اللي انت عاوزاه، تحطيها فاكهه، ايه المتاح عندك اعمليه. هنا بقى زي ما انتم شايفين دخلتها بقى الفريزر. وهنا زي ما انتم شايفين بعد ما دخلتها الفريزر حوالي ساعتين بقطعها معاكم، وبصوا الجمال والحلاوه. انا حباها كده، انت ممكن تحطي عليها عادي شوكولاته على الوش.